عمرك حسيتي ان في صوت جواكي دايما بيشكك من كل حاجه انت بتعمليها؟ الصوت ده جواكي بيقولك انت مش كفايه، انت هتغلطي، محدش هيهتم بكلامي. الصوت ده مش بس بيتكلم، الصوت ده هتحسي ان هو بيوقفك كتير جدا على حاجات كتير انت كنت محتاجه انك تعمليها، وتلاقي نفسك واقفه في مكانك وما بتعمليهاش. فاحنا في الفيديو ده عايزين نتعلم مع بعض ان انا ازاي احول الصوت السلبي اللي جوايا ده لصوت داعم، وده بيكون اول خطوه حقيقيه لتعزيز ثقتك بنفسك. فلو انت اول مره تشوفيني، معاكي نهله عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي، وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض صوتك الداخلي بيقولك ايه، وازاي احول الصوت السلبي لصوت داعم. في الفيديو ده هيكون سلسله من فيديوهات مجانيه من دروس كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك. كورس متقسم لسكاشن. الكورس كل غرضه ان هو يعلمك ان انت ازاي تكوني واثقه من نفسك بشكل احسن، اكثر توكيديه، اكثر استحقاقيه. كل التمارين وكل المهارات اللي انت هتعلميها جوه الكورس هتساعدك ان هي تخليكي انك ثقتك بنفسك تكون اكبر، وكلها كلها من الحاجات اللي احنا بنستخدمها مع العيانين في الجلسات، ومن مهارات العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي والعلاج بالتقبل والالتزام. في الفيديو ده هتكلم معاكي عن 4 حاجات يساعدوكي ان انت ازاي تحولي الصوت السلبي لصوت داعم جواكي وبراكي. اول حاجه عايزاكي تتعلمي ان انت ازاي تفرقي بين النقد البناء وبين النقد الهدام. طبيعي ان انا هسمع نقد، وطبيعي ان انا هغلط، وطبيعي ان انا في اخطاء هعملها. كل دي حاجات طبيعيه ووارده جدا، ولكن في نوعين من النقد. في نقد يساعدني ان انا اتقدم واعمل حاجات احسن، وهو النقد البناء. في نقد يوقفني في مكاني ويشتتني ويخليني ان انا مش واثقه في نفسي ويخليني ان انا ما اعملش اي حاجه، هو ده النقد الهدام. فالنقد البناء بمنتهى البساطه هو الشخص اللي بيحبك ويفكرك طول الوقت ان انت تطوري من نفسك. الشخص ده ممكن تبقى صديقه، ممكن يبقى حد من اهلك، ممكن يبقى زوج، ممكن يبقى حبيب. المهم ان هو حد دايما هيفكرك ان انت ازاي تطوري من نفسك. مش هيفكرك ان انت تطوري من نفسك كده ويسكت، لا، هيفكرك دايما بلطف، بدعم، بتشجيع. هو ده النقد البناء. زي مثلا انت تلاقي جمله كده تقالك ممكن تتحسني اكتر لو انت خدتي بالك من كذا. شايفه الفرق؟ شايفه الصيغه؟ شايفه قد ايه صيغه بناءه وتساعدك للاحسن؟ او ان مثلا يتقالك انا واثق فيكي ان انت تقدري توصلي لكذا، تعالي ونشوف ونجرب سوا هنوصل وهنعمل ايه. لكن النقد الهدام عدو خفي، سواء كان جواكي او شخص بيقولك بشكل فيه عداء، فيه في تهكم، في سخريه. فتلاقي ان انت بتقلك جمل من نوعيه انت فاشله، مفيش فايده، مهما تعملي مش هتنجحي، مهما تعملي مش كفايه. فليه ان انت تحاولي اصلا؟ هتلاقي الصوت دايما مش بيساعدك وبيقلل من قيمتك. فاول خطوه عاوزاكي تعرفي الفرق وتخليكي واعيه بين الصوت اللي بيكلمك، سواء كان الصوت الداخلي جواكي او شخص خارجي بيقولك. عايزاكي تبقي واعيه دايما ما بين النقد البناء والنقد الهدام. تاني حاجه، ازاي الصوت ده بقى بيتكون جوايا؟ الصوت الداخلي ازاي بيتكون جواه، سواء كان داعم او غير داعم. واللي هو على الاغلب لو انت بتشوفي الفيديو ده فبيكون الصوت اللي جواكي هو صوت غير داعم ليكي بالمره. الصوت ده غالبا مش بتاعك، الصوت ده بيكون بسبب كلام اتقالك زمان، حاجات حصلت لك وحشه من الطفوله، صدمات عنيفه جدا مرينا بيها في حياتنا، سواء بقى كلام اتقال لنا من اهل، من مدرسين، من المجتمع، من الناس اللي بنحبهم. فضلت تكبري والصوت ده فضل ان هو يكبر معاكي، يفضل يقولك انت مش قد المسؤوليه، انت مش كفايه، تعملي مهما تعملي مش هتنجحي، مفيش حد هيحبك طول ما انت كده، وهكذا. من جمل كتير جدا سمعناها كتير على مدار سنين طويله هي اللي خلت ان ده يحصل فينا. اول ما بتعرفي ان الصوت ده مش صوتك، واول ما بتعرفي ان ده صوت خارجي، انت تلقائي بتحاولي ان انت تغيريه. ثالث حاجه، ايه هي التمارين او الخطوات العمليه اللي لو انت عملتيها هتساعدك فعلا ان انت تحولي صوتك الداخلي من صوت سلبي لصوت داعم؟ اول حاجه انا عايزاكي تغيري حديثك الداخلي او حديثك الذاتي عن نفسك. عايزاكي تجيبي زي دفتر او نوت بوك كده، وهتسمي الدفتر ده اسمه دفتر الصوت الداخلي. كل يوم ولمده اسبوع عايزاكي تكتبي اي نقد سلبي بيجي في بالك، زي مثلا انا مش كفايه، انا غبيه، انا مستاهلش، انا معنديش شخصيه. اي جمله كده وحشه بتيجي في بالك انا عايزاكي ان انت تكتبيها. مثلا انا غبيه ان انا نسيت اعمل كذا، تمام؟ هنفترض ان دي الجمله اللي جت في بالك دلوقتي. بعدين عايزاكي تعكسي الجمله دي بصوت داعم، وتبداي ان انت تقولي لنفسك طبيعي ان انا هنسى، الاسبوع مثلا كان صعب او اليوم كان صعب، عدى فيه حاجات كتير، انا بني ادمه، وارد ان انا هنسى، العقل البشري ده مش دفتر، في حاجات هفتكرها وفي حاجات هنساها. هحاول ان انا اعمل حاجات تساعدني ان انا اكون اقل نسيانا، وليكن مثلا هكتب الحاجات اللي انا محتاجه ان انا اعملها في يومي
في مكان يساعدني ان انا افتكره، عشان لما ارجع له افتكر الحاجات اللي انا عايزه اعملها. خدت بالك الفرق بين الجملتين؟ خدت بالك الفرق ما بين ان انا ازاي بحول صوتي الداخلي من صوت سلبي لصوت داعم؟ انا عايزاكي تحولي لغتك الداخليه من لغه فيها جلد للذات للغه فيها تعزيز وتعاطف ودعم لنفسي. بدل ما اجلد ذاتي اكون براجع نفسي. في فرق كبير ما بين جلد الذات وما بين مراجعه النفس. جلدي لذاتي هيخليني ان انا ما اوصلش لحاجه، ويخليني ان انا اقل ثقه بنفسي. انما دعمي لنفسي هي دي الحاجه اللي هتساعدني ان انا فعلا اكون احسن، وان انا ثقتي بنفسي هتكون اكبر. التمرين التاني ده هنسمي له كده اسمه المحقق الداخلي او الناقد الداخلي. وخلينا كده نديله زي اسم ساخر كده شويه، هنسميه مثلا المحقق حنفي، السيده توتر، اي اسم كده يعني يضحكك، يفصلك شويه عن الكلام اللي انت دايما بتقعدي تقوليه لنفسك او الكلام اللي انت بتسمعيه جواك. فلما تلاقي الفكره بتهجم جامد قوي 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 كده عليكي، والفكره بتقولك انت مش كفايه، انت مش هتقدري تعملي حاجه، ده يبقى قولي لنفسك بقى محقق حنفي ولا استاذه توتر رجعت من تاني، انا المره دي بقى مش هسمع لها، انا المره دي هجرب ان انا هعمل الحاجات اللي بعد كده اللي احنا هنقول عليها. التمرين التالت هو ان انت يبقى ليكي صوت جديد. خصصي لنفسك كده كل يوم على الاقل مش 5 دقايق كده، مش اقل من 5 دقايق في يوم، تبداي تكتبي فيهم حاجات زي انا بستحق كذا، انا قويه عشان عملت كذا وكذا، انا فخوره بنفسي علشان 1 و2 و3 وان انا قدرت ان انا اوصل لكذا. دي مش جمل تفاؤليه وخلاص، دي تغذيه نفسيه، ان انت بتبداي انك تبرمجي من عقلك علشان فعلا تحولي صوت الناقد الداخلي اللي جواكي لصوت داعم. بعد ما قلنا التمارين وقلنا كل الحاجات اللي احنا شرحناها في الاول دي، لو انت وصلت لحد هنا فانا حابه ان انا اقول لك شكرا، واقول لك ان كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك من الحاجات اللي هتساعدك جدا ان انت ازاي فعلا تحولي صوتك الناقد الداخلي اللي جواكي لصوت تاني احسن، يعني بكتير من اللي انت بتحسي بيه. ليه بقى تغيير الصوت الداخلي اللي جواكي هيساعدك ان انت تغيري حياتك؟ وده بمنتهى البساطه، لان ثقتك بنفسك مش جايه من الكلام اللي الناس بتقوله لك، ثقتك بنفسك جايه من جواكي، من الكلام اللي انت بتقوليه جوا نفسك، من الكلام اللي انت بتقوليه في سرك. كل ما يكون جواكي صوت مشجع، كل ما ده كان معناه ان انت فعلا هتقدري، كل ما ده معناه ان انت ثقتك بنفسك هتكون اكبر، فهتقدري ان انت تاخدي قرارات صح، هتقدري ان انت تحطي حدود، هتقدري ان انت تقولي لا وانت مرتاحه، وهتقدري ان انت تعيشي في سلام داخلي مع نفسك. فلو لسه جواكي صوت داخلي بيقلل منك، يبقى انت تستحقي ان انت تسمعي صوت تاني، صوت يرفعك مش صوت يكسر فيك. وده بالظبط اللي انت هتتعلميه لو انت عملتي التمارين الموجوده في الفيديو ده، وهتتعلمي حاجات اكتر من كده بكتير لو انت اشتركتي دلوقتي في كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك. هتلاقي كل التفاصيل الخاصه بالكورس موجوده في الديسكريبشن اللي موجود تحت، وهتلاقي كمان رقم الواتساب لو انت حابه ان انت تتواصلي معانا، هتلاقيه موجود تحت في الديسكريبشن اللي موجود تحت الفيديو. انت مش لوحدك، وانا هنا موجوده علشان اساعدك ان انت تسمعي صوتك الجديد.